قالت المغنية المغربية لطيفة رأفت إنها تلقت تهديدات صريحة من مشجعي نادي الوداد البيضاوي. ففي منشور على قناة اليوتيوبر تحفة، كشفت لطيفة رأفت وهي تبكي عن خوفها على سلامتها وسلامة ابنتها، مشيرة إلى أنها تتجنب الآن السفر إلى الدار البيضاء بل وتخشى الخروج في الأماكن العامة. وأضافت قائلة: تعرضت لتهديدات بالقتل والاعتداء الجسدي وتكسير سيارتي، لم أعد أشعر بالأمان. واتهمت لطيفة رأفت فئة من الجمهور الودادي بشن حملة ترهيب وتحريض ضدها على خلفية تحميلها مسؤولية المشاكل القانونية التي تورط فيها الرئيس السابق للنادي سعيد النصيري. وفي ظل الضغوط المتزايدة، ناشدت لطيفة رأفت الملك محمد السادس لضمان سلامتها وسلامة أحبائها، حيث قالت في هذا الصدد: أطالب بالحماية والعدالة، أعيش كابوسا ولم أعد أرغب في مواجهة حملة الكراهية هذه وحدي. وعاد اسم لطيفة رأفت للظهور في محاكمة سعيد النصيري الرئيس السابق لنادي الوداد البيضاوي والشخصية المحورية في قضية إسكوبار الصحراء التي تتعلق بتجارة المخدرات والفساد، وتورطت فيها شخصيات نافذة من عالم الرياضة والسياسة.